واضحة وصريحة في الدقيقة الأخيرة عن طريق محمد الطبال، بينما الفريق العاجي تحصل هو الآخر على 4 فرص، أبرزها فرصة يانيك زكريا اللي حقيقة لاعب كبير، لاعب رقم 10، وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 43. صهيب بن سليمان يفتح اللعب باتجاه الترهوني، المدافع يتدخل، لا تغيير على صعيد التشكيلة للفريقين. أذكر تشكيلة فريق الاتحاد الورفلي: فرحات، نور سولو، سامج طيبة، معتصم صبو، بن سليمان والبوركي، أمامهم فيصل، على اليمين التروني، على اليسار التروني، وعلى اليمين الطبال، والأمام بوشناف المهاجم الوحيد في المقابل. الفريق العاجي في حالة هجومية الآن، وفيصل البدري يخطف هذه الكرة، والتروني الطبال واخذ مكانه، كذلك بوشناف، كرة تلعب خلف بوشناف، يخطفها المدافع سومارو بنغالي، وصهيب بهدوء كبير. صهيب شطيبة، الاتحاد يمسك الكرة عن طريق المنصور مع طلال أمامية، ومحاولة الالتفاف من معتصم بوشناف، استلم الكرة بالصدر لكن كان على حافة الخط الجانبي، تغادر إلى رمي التماس لمصلحة الفريق العاجي. الفريق أسيك ميموزا اللي أصبح يلعب على يسار المنصة الرئيسية، و كرة لمصلحة البوركي اللي يتعرض للدفع والعرقلة بين الشوطين. حقيقة كان هناك حديث طويل مع حكم المباراة من قبل كل إداري فريق الاتحاد ولا الطاقم الفني، واعتراض حقيقة كبير على الصفيرات وعلى الورقات الصفراء اللي منحها مرتين لفريق الاتحاد. بدري الآن يفتح اللعب وصبو صهيب، نورو سولو في آخر لحظة يبعدها من أمام المهاجم. لو انطلق الطبال برافو، يتراجع ويخطف الكرة. فيصل البدري يفتح اللعب، فيصل البدري رايع، ولا الطبال التروني. يلا يا محمد تروني، كرة تطول على محمد. نلعب في الدقيقة 3 من زمن هذا الشوط الثاني، 1-0، نتيجة ليست سيئة أمام عملاق من عمالقة القارة. كرة لمصلحة الفريق الإيفواري عن طريق بوانيف منسا، يلعب كرة يانيك زكريا لكن تدخل طلال. الطبال يحاول أن يخطف الكرة، تعود للفريق العاجي اللي يتقدم للمناطق الأمامية، وكرة قريبة من دائرة المنتصف. قلت كرة لمصلحة الفريق الاتحاد بعد خطف الكرة من جانب الطبال، والطبال يطيح بالكرة إلى خارج الملعب، وخطأ للفريق الإيفواري، واعتراض الصبو، خطأ للفريق الإيفواري قريب من زاوية الركنية في الزاوية البعيدة على المنصة الرئيسية في الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية، وعلى يمين الورفلي. والكرة لمصلحة الفريق العاجي، منسا دائما في التنفيذ. كرة ريفوي منسا، خطأ. هناك مراقبة من شطيبة لزكريا يانيك، والورفلي برافو في المرة الأولى، والمرة الثانية طلال فرحات يبعد الكرة، يطالبون بلمسة يد، فعلا الكرة لمسة طلال ولكن غير مقصود. طلال يده كانت على صدره، وبالتالي لا مشكلة. بالفعل قرار سليم. كرة للفريق الإيفواري اللي يحاول تنظيم ألعابه من جديد من المناطق الخلفية، تتحول ناحية الظهير الأيمن. طلال يتابع الكرة وتتدخل أسامة شطيبة في المرة الأولى أمام زكريا، واللي يقاتل يانيك زكريا خطير جدا، لاعب رقم 10، وإلى الناحية اليسرى. يلا يا صبو، برافو معتصم، يضع الكرة في الجانبية قريبة من زاوية الركنية البعيدة، وتعود الكرة
للفريق اسيك ميموزا. اسيك ميموزا الكرة في دومبيا عثمان. كواسي موكورو منسا عمر ديوب ونقلات بينية. منسا حذر يا شباب، التسديد عالية. نلعب في الدقيقة الخامسة والتقدم للفريق الإيفواري بهدف مقابل لا شيء. الهدف جاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول، والاتحاد يحاول تنظيم ألعابه. لا تغيير على مستوى التغييرات رغم الإرهاق الواضح اللي يبدو على بوشناف. كرة لمصلحة التروني، حركي في الناحية اليسرى. التروني يجد البدري التروني من جديد. التروني البدري واخذ مكان. تعود الكرة بعد ما صدته المدافع للبدري بهدوء. برافو فيصل وشطيبة يفتح اللعب للناحية اليمنى لبوشناف. وبوشناف البدري واخذ مكان ولا وجود للمتابعة من التروني. كرة أقرب للظهير الأيمن كوامارك. كرة غادرت رمي التماس لمصلحة فريق الأسيك. رمية التماس في منتصف ملعب الفريق الإيفواري. أسامة شطيبة يفتك الكرة والبركي يحاول استخلاصها، والكرة لمنسا الطبال يضغط، والكرة تعود لدومبيا عثمان. سومارو بنغالي أوريجويل صابو. برافو صابو، وخطأ على صابو. يتم التنفيذ بشكل ثنائي. حكم براي يامر بإعادة تنفيذ الخطأ في منتصف ملعب فريق الاتحاد قريب من دائرة المنتصف. تعود للفريق العاجي. دائما النقل الحصري والمباشر يأتيكم برعاية المدار الجديد الذي يصل مدى للعاصمة العاجية أبيجان وعموم أفريقيا. 1-0 نتيجة المباراة. نتيجة أعتقد ممتازة هنا في أبيجان. نتيجة أعتقد لو حافظ عليها الاتحاد ولما لا يباغت الخصم. حتى الآن الاتحاد في هذا الشوط الثاني يبدو أفضل ومتماسك، رغم أن في الشوط الأول كان أكثر هجوم وأضاع 3 فرص ثمينة. التروني وبوشناف والكرة يخطفها، وهناك تدخل قوي. الصفراء تدخل قوي جدا والورقة الصفراء. برافو صهيب بن سليمان. ورقة صفراء لرقم 25 كونغوني آدما يتحصل على الورقة الصفراء. والخطأ تقريبا 27 متر عن مرمى الحارس بدر علي. فيصل البدري الكرة بعيدة نسبيا، لكن بإمكان فيصل الكرة بعيدة 27 تقريبا حسب تصوري. وفيصل البدري والتنفيذ الآن. فيصل البدري بالاتجاه المرمى، وحارس المرمى بصعوبة كبيرة. هذا هو الانتداب القوي بكرة بارعة يأتي بالركنية. فيصل البدري كرة بعيدة وحارس المرمى يتألق. بدر علي يتألق ويتصدى لكرة ثابتة لفيصل البدري. الخطأ كان لصالح الاتحاد بعد مجهود رائع من صهيب بن سليمان. كرة والتروني في الركنية. محمد التروني. نلعب في الدقيقة 9 والاتحاد يحاول التعديل. لما لا؟ والكرة تعود التروني من جديد في محاولة رفع الكرة. يلا يا محمد وبوشناف. الكرة هناك راية على بوشناف. الكرة تصطدم بالعارضة، ولكن هناك راية على بوشناف. الاتحاد أفضل، الاتحاد أقوى في هذه اللحظات رغم التأخر في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.
هذه المباراة تدور في طقس حار جدا، درجة حرارة 34 درجة، أقل 3 درجات من يوم الأمس، ولكن اليوم يمتاز بارتفاع عالي للرطوبة نظرا لهطول أمطار ليلة البارحة لم تتوقف. لكن حقيقة أبيجان عاصمة جميلة، وأبيجان يسمونها هنا في غرب القارة بباريس أفريقيا، واحدة من أجمل البلدان والعواصم الأفريقية في غرب القارة. تروني طلال فرحات يراوغ البوركي، رائع البوركي، تحصل على الخطأ. البوركي كان والأبرز في الشوط الأول، وفي هذا الشوط الثاني تحصل على خطأ بعد مجهود جيد. لابد من الحصول على مزيد من الأخطاء أمام منطقة الجزاء للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لفيصل البدري، والبدري في فاصل مهاري. برافو فيصل، يتحصل على الخطأ، يتم التنفيذ بشكل سريع. ولا بوشناف، يلا يا بوشناف، وتروني يحاول أن يخطف الكرة، ضاعت موكرو مينسا. ويلا يا شباب، يلا يا شباب، صبوا، يلا يا صبوا. وسولو رائع الصبو. نورو سولو انقذ، نورو سولو عاد بسرعة، هجمة سريعة. يانيك زكريا خطير، لاعب رقم 10. وللطبال في هجوم معاكس، يلا يا محمد، بإمكانك يا محمد، يلا يا محمد. بوشناف خش، يلا يا محمد. والكرة العرضية، كرة غادرة الخط الأخير قبل ما يتمكن الطبال من خطفها. محمد الطبال هجوم سريع، خطف الكرة على خط التماس ودخل من جهة خط الركنية، والكرة تجاوزت، في رأيي لم تجاوز، ولكن المساعد الثاني التوغولي شريف مولا بانانا يعلن عن خروج الكرة بشكل غريب حقيقة. كرة لمصلحة منصور البوركي، برافو طلال. تروني يخطئ، يلا يا محمد، البوركي يخطف الكرة، يلا يا طلال، خذ مكان. ولا يمكن لحارس المرمى أن يشد الكرة بيده، يجب الضغط يا بوشناف يبدو ثقيل في هذا الشوط الثاني. معتصم بوشناف تعرض للمضايقة في الشوط الأول، تعرض للمراقبة اللصيقة، وفي هذا الشوط الثاني العامل البدني والارتفاع الكبير في الحرارة والرطوبة. فيصل بدري مكاتفة عادية، لكن حكم المباراة أي احتكاك حقيقة، أي احتكاك. يحيى محمد بديلا للتروني، يحيى محمد بديلا للتروني. برافو محمد، ليس سيئا محمد حقيقة، أدى أدوار دفاعية لا يمكن أن نلوم محمد، رغم أنه أضاع في الشوط الأول فرصة، ولكن نقول محمد اليوم كان ملتزم بالشق الدفاعي. أسامة الشابة يعترض على قرار حكم المباراة وخطة جديد للفريق الإيفواري. مش معقول هذا الحكم حقيقة. خطأ في منتصف ملعب الاتحاد، يبعد 35-32 متر عن مرمى خالد الورفلي، اللي يبدو في راحة في هذا الشوط الثاني. كومورو عالية، وطلال فرحات، برافو طلال. يا محمد يا طبال، انت تجي الكرة سولو، وحذاري والصبو رائع الصبو رائع في اخر لحظة. المدافع خطف الكرة عكس اللعب ودخل داخل المنطقة. الصبو يعني كان الصبو ينحي الكرة من بين الرجلين المدافعي، دخل رجله من بين رجلين المدافعي ونحى الكرة. الصبو رائع يا صبو. عموما لازال الأخوة في المكتب الإعلامي لنادي الاتحاد يحاولون حقيقة، خلينا نقولوا يحاولون ربما تثبيت وتصوير الشوط الثاني بطريقة خفية. والتحية والشكر لكل الأخوة الزملاء في المكتب الإعلامي لنادي الاتحاد.
بكل أمانة أنقل هذا، ربما الدقائق المقبلة تشهد تثبيت وتوثيق من جانب المكتب الإعلامي لهذا الشوط الثاني. اللعب يتوقف، وأحد لاعبي الفريق الإيفواري عمر جوب أعتقد يغادر أرضية الميدان إصابة بعد اصطدام مع اللاعب منصور البركي. نلعب في الدقيقة 15 وكرة ثابتة للفريق الأسيك ميموزا، عالية وراسية، عالية أكثر، عالية ألبا على مرمى خالد الورفلي. وحذر يا شباب، خالد الورفلي يحاول تهدئة اللعب، يحاول امتصاص حماس الفريق الإيفواري اللي يريد تدعيم تقدمه. فريق كبير حقيقة، فريق قوي، فريق قوي أسيك ميموزا. بوشناف يحاول أن يخطف الكرة لكن تعود نورو سولو، يمر الكرة للصبو وشطيبة. حذر يا أسامة، شطيبة يفتح اللعب باتجاه منصور البركي، يلعب كرة باتجاه رمي التماس لمنصور البركي. فيصل واخد مكان، يفضل ارجاع الكرة لأسامة شطيبة. الاتحاد يحاول تنظيم ألعابه، يرسل كرة طويلة باتجاه يحيى محمد، يحيى يتراجع، الكرة لمصلحة جوب، عمر جوب ويحيى يتابع فيه، والكرة إلى خارج الميدان رمي التماس للفريق الإيفواري. نعم يجب أن يتراجع المهاجم عندما تضيع الكرة، وهكذا فعل يحيى محمد. تنشيط المدرب بيير لوشنت بإشراك يحيى محمد، أخرج محمد ترهوني اللي كان يقوم بأدوار دفاعية، لكن دخول يحيى محمد ربما سيعطي نزعة هجومية أكثر. وحذاري يا شباب، حذاري، يانيك زكريا يخطفها نورو سولو، وفيصل البدري يمر الكرة بشكل ممتاز. فيصل يراوغ، فيصل يمرر الكرة لطلال، ويلا يا طلال، فيصل بجنبك يا طلال. فيصل من جديد، فيصل يتعرض للعرقلة، والموروكو يخطف هذه الكرة. خطيرة جدا، خطيرة. موروكو أحمد تشيك، موروكو خطير هذا اللاعب، لاعب رقم 8 موروكو أحمد تيني تشيك، موروكو تيني تشيك خطير جدا، خطف الكرة وسدد كرة خطيرة. والآن استبدال في تشكيلة الفريق الإيفواري، دخول اللاعب رقم 30 فوفانا إبراهيم يدخل، ويغادر تراوري موسى، مهاجم بمهاجم. تراوري موسى، المدرب ألان كواميني حارس الشهير للمنتخب الإيفواري. وكرة يحيى محمد، برافو البركي، يحيى محمد داخل المنطقة يخطفها المدافع البركي من جديد، برافو منصور. ولكن الحكم يصفر ضد يحيى محمد. برافو منصور البركي كابتن فريق الاتحاد في هذه المباراة. هذه المباراة تأتيكم عبر راديو ليبيا الرياضية على الموجة الذهبية 102.9 برعاية المدار الجديد المشغل الأول للهاتف المحمول في ليبيا. كرة لمصلحة الفريق الإيفواري، كرات منقولة. نقترب من الدقيقة 18 والاتحاد لازال يبحث عن إدراك التعادل. حتى الآن بيير لوشنت راضي على أداء الفريق أمام فريق قوي وكبير في حجم أسيك ميموزا. صبو، مبدأ الأمان والاطمئنان، يرسل الكرة إلى خارج الميدان. صبو من أمام فوفانا إبراهيم، والآن يدخل أحمد المقسي ويغادر الصبو. النية واضحة الآن
النية واضحة. الكيلو صاحب نزعة هجومية والصبو صاحب نزعة دفاعية. تغيير اختيارات بيير لوشنت أتمنى أن تكون على صواب، رغم أن الصبو أدى أداء بطولي حقيقة في هذه المباراة، ولكن لابد من التضحية. الكرة رمي التماس. أحمد الموكسي صاحب نزعة هجومية. توقعنا خروج ربما الطبال، ولكن المدرب أقحم المدافع أحمد الموكسي. نعم صبو تعرض إلى الدفع والضرب، وكان صمام أمان في الجهة اليمنى، ولكن خيارات بيير لوشنت في هذا الشوط الثاني. والكرة تحول إلى الركنية بعد تدخل نورو سولو. نورو سولو يبعد الكرة إلى خارج الميدان. أدى أداء لا بأس به حقيقة نورو، رغم أنه قدم مستوى متواضع في المباراتين الأولى والثانية، لكن في هذه المباراة يبدو أكثر يقظة ويبدو أكثر حركية. ركلة ركنية على يمين الحارس خالد الورفلي. ركلة ركنية موكورو أحمد يانيتشيك. كرة عالية، الشطيبة والمتابعة للفريق الإيفواري. يحيى يتدخل، وأي احتكاك يعطيه للفريق الإيفواري. يعني يحيى محمد تراجع من الناحية اليسرى واشترك مع المدافع في خطف الكرة، والحكم صفر حقيقة ركلة حرة للفريق الإيفواري. عدم وجود نقل، عدم وجود تصوير وتوثيق يعطي الكثير من علامات الاستفهام. ألان كواميني الحارس الشهير للمنتخب الإيفواري احترم الاتحاد كثيرا حقيقة. كرة طويلة عالية وبعيدة جدا. خطير اللاعب القصير الإيفواري رقم 8 موكورو ياني أحمد تشيك. ركلة مرمى. نلعب في منتصف الشوط الثاني. كرة باتجاه الطبال، لكن يخسر الكرة محمد. تعود للفريق الإيفواري عن طريق أوري جويل، اللي لم يعد يتقدم بشكل كبير لوجود الطبال في الناحية اليمنى. وحذاري نورو سولو على مرتين، والكيلو يتابع. فوفانا إبراهيم.